أكتر وصفة الكل متفقين على حبها، سهلة وسريعة وبتتحضر ب10 دقايق، وغير هيك بتبيض الوجه إذا عندك عزيمة أو مناسبة، والسر كله بالبهارات والتتبيلة الصح. تابعيني لتشوفي أطيب وصفة صينية بطاطا بجاج مطفاية بالثوم والليمون. ويلا نبدأ وبنقول بسم الله. لتتبيلة الدجاج بنحتاج معلقتين كبار من اللبن، ومعلقة كبيرة من دبس البندورة، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، ونص معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الزنجبيل، توم بودرة، بابريكا، فلفل أسود، هيل مطحون، وقرفة مطحونة، وعصير ليمونة، و5 أسنان توم مهروسين. هيك بصير عنا أطيب تتبيلة للدجاج جاهزة. خلطتن كتير منيح لامتزجت المكونات كلها سوا، وكنت منظفة 1.5 كيلو من فخاد الدجاج، نظفته كتير منيح. بضيف عليه هاي التتبيلة، وخلطت الدجاج كتير منيح مع التتبيلة. وبعد ما أخلطهم كتير منيح وأتأكد إنه كل الدجاج وصلتن تتبيلة، بحطهم بالبراد لمدة 4 ل8 ساعات، وممكن ليلة كاملة بيكون أفضل. بيتشرب الدجاج النكهات والبهارات كتير منيح. لتحضير البطاطا، كمية البطاطا حسب الرغبة، ممكن تكتروا أو تقللوا حسب شو بتفضلوا. جبت البطاطا قشرتها وغسلتها وقطعتها. ضفت على البطاطا حبتين بصل مقطعين شرائح، كتير بيعطوا طعمة طيبة. وبحب ضيف للبطاطا تتبيلة خاصة، نفس البهارات اللي ضفتها للدجاج مع معلقتين زيت. حركتهم منيح مع البطاطا لامتزجت. هاي الطريقة بتتبيل البطاطا بتطالعها كتير طيبة ومنكهة كتير بطعمة البهارات. وضفت عليهم الدجاج اللي كنت متبلته من قبل بليلة. بعدين بغطيها بورق زبدة وورق قصدير وبدخلها على فرن. الفرن محمى على درجة حرارة 250 من فوق وتحت، مع تشغيل المروحة بالفرن. أهم شي نغلف الصينية كتير منيح بورق القصدير. وبعد ما استوت صينية البطاطا وطلعتها من الفرن، بكون محضرة 5 أسنان توم مهروسين مع عصير ليمونة ومعلقتين كبار زيت زيتون، وبطفيها فيهم. شوفوا المنظر، الريحة عبت البيت، والطعمة رهيبة. عن جد هالوصفة سهلة ومريحة وكتير سريعة، ما بتاخد أكتر من 10 دقايق بالتحضير. أنا بعتمدها كل أسبوع والكل بحبها. شوفوا الدجاج كيف دايب ذوبان. تتقدم مع تومية أو مايونيز ومخلل، وألف صحة وهنا.